لو رحت للدكتور وكتب لك روشتة بدواء واحد لكل الأمراض، يا ترى هتصدقه؟ أكيد لأ. طب ليه في الاستثمار بتمشي بنصيحة واحدة لكل حاجة؟ في الطب كل مريض ليه الروشتة الخاصة بيه، حتى مريضين عندهم نفس المرض روشتة ممكن تكون مختلفة. ليه؟ الوزن مختلف، العمر مختلف، التاريخ المرضي مختلف، الحساسية لكل دواء مختلفة. ونفس الكلام في الاستثمار، مفيش روشتة واحدة تنفع لكل الناس. جالي شخصين في نفس الأسبوع، الأول شاب 27 سنة، أعزب، مهندس، دخله محترم، مصاريفه قليلة، عنده مدخرات نقدية ل8 شهور، سألني أشتري ذهب ولا لأ. التاني أب 48 سنة، عنده 3 أولاد في الجامعة، عليه قسط شقة شهري، وصندوق الطوارئ بتاعه ضعيف جدا. سألني نفس السؤال، هل الاتنين ياخدوا نفس الإجابة؟ أكيد لأ. الأول قلت له أيوة، تقدر تخصص 20 ل 25% من مدخراتك لذهب، وممكن تحدد 40% كمان على المدى الطويل. التاني قلت له قبل ما تشتري ذهب أو صندوق الطوارئ الأول بتاعك، وأي ذهب تشتريه يكون من فلوس فاضلة مش من قسط ملتزم بيه. 5 عناصر للروشتة الاستثمارية. الأول التشخيص، أنت فين دلوقتي؟ دخلك كام؟ مصاريفك كام؟ عندك ديون؟ عندك صندوق طوارئ؟ وضعك المالي الحالي؟ التاريخ المرضي؟ خبراتك السابقة؟ استثمرت قبل كده؟ كسبت؟ خسرت؟ إيه الأخطاء اللي أنت عملتها؟ الهدف، عايز توصل لفين؟ تحمي فلوسك من التضخم؟ تبني ثروة؟ توفر تعليم أولادك؟ كل هدف وليه الخطة بتاعته. الجرعة، تستثمر بكام؟ مش كل الفلوس، لازم يكون مبلغ فاضل عندك، لو خسرته مش هتتأثر، دي الجرعة الآمنة. المتابعة، مين هيتابع معاك؟ راجع استثماراتك بانتظام، مش تشتري وتنسى. أنا لما حد بيجي يسألني أشتري ذهب ولا لأ، أول حاجة بسأله عن وضعه، أهدافه، ظروفه، مش بقوله أشتري وخلاص. عشان اشتري من غير تشخيص تبقى كارثة. اكتب لي في التعليقات هل عندك روشتة استثمارية مكتوبة ولا لأ.